مساء الخير. السؤال التقليدي بتاع كل سنة الشباب الثانوية العامة اللي في علم رياضة، السؤال التقليدي بتاعهم هندسة ولا حاسبات؟ طبعا من اليوم الأول بيبقى في ناس مقررة هي تخش كلية هندسة، عايزة تخصصات معينة زي مدني، عمارة، إلكترونيات، اتصالات. الأقسام دي بالتحديد مش موجودة في كلية الحاسبات والمعلومات. وفي ناس بتبقى مقررة برضو فروم دي وان انها تروح كلية الحاسبات والمعلومات عشان مهتمة انها بالبرمجة، مهتمة بعلوم الحاسب، مهتمة بالذكاء الاصطناعي. اوكي ماشي، احنا ما عندناش مشكلة في دول، عندنا مشكلة في اللي بيبقى مش عارف يقرر هو يروح فين. بص، اللي يقول لك ان في كلية احسن من كلية ده كلام مش سليم. كلية الهندسة كلية عريقة وكلية محترمة وفيها تخصصات دقيقة كويسة جدا، حاسبات كذلك. لكن لما بناخد معيار وحيد الا وهو معيار سوق العمل، عدد كليات الهندسة والمعاهد المتخصصة في الهندسة في الحكومة والأهلية والجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة أكتر طبعا من الحاسبات والمعلومات. وطبعا على مدار سنين كتير خرجت خريجين كتير، فعدد الخريجين اللي بيطلعوا منها عددهم أكبر جدا. بالمقارنة بفرص العمل بيبقى الفرصة أصعب شوية. أما خريجين حاسبات، عدد الفرص المتاحة للعمل سواء في مصر أو في الخليج أو في أوروبا أكتر كتير جدا، وفي حجم طلب كلنا نعلم إن هو أكبر. في ندرة شوية لسه في المنطقة بتاعة البرمجة والداتا ساينتست والداتا سبيشاليست اللي بيشتغلوا في الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة والبلوك تشين والأمن السيبراني والكلام ده. المعيار الوحيد اللي بيخليني ساعات أفضل كلية الحاسبات والمعلومات عن كلية الهندسة. انما الاثنين كليتين محترمتين، كل الاثنين بيدرسوا علوم كويسه جدا. اللي بيتفوق في ايا كان التخصص بيلاقي فرصه عمل اكيد. لكن ده المعيار الوحيد اللي انا بقيس به الامور. طبعا المفروض ان كل واحد من الشباب يكون هو اللي عنده توجه، هو نفسه في ايه، ويقعد مع اكتر من حد. اذا كان غاوي هندسه او غاوي حاسبات او غاوي تخصص معين مثلا جوه كليه الهندسه او جوه كليه الحاسبات، يقعد مع اكتر من حد من اللي موجودين بالفعل في الكليه او من الخريجين ليها. ما طولش عليكم. دايما دور على اهتماماتك بغض النظر عن التنسيق وعن المجموع والكلام ده، لان في اعتبارات بتحكمك. لو انت دخلت حكومي ولا خاص، الخاص بتكلفته كام، الاهليه تكلفتها كام، وهكذا. بالتوفيق لكم وكل سنه وانتم طيبين.